اللواط هو نوع من الشذوذ الجنسي، حيث يتم الانجذاب إلى آخرين من نفس الجنس عند الذكور، وخلاله يتم الجماع عن طريق الشرج. أسباب اللواط: العلاقات الطفولة غير صحية مع الإناث، مفاهيم مشوهة عن الجنس الآخر، مشاكل في العلاقات مع الذكور الأخرى، الاعتداء الجنسي، مشكلة عاطفية ونفسية معينة. أصل الهلاك والشقاء بكل النواحي الروحية والنفسية والصحية. وسواء كنت مقتنعا بخطر الإدمان من عدمه، سنعرض عليك 40 ضررا مثبتا علميا وعمليا للإدمان على صحتك النفسية فقط. قد يصيبك بعضها، معظمها، أو حتى جميعها وفقا لمستوى إدمانك وإلى أي مدى وصلت. فلنبدأ. الأضرار النفسية لإدمان الإباحية والاستمناء: الاكتئاب، الإحساس المفرط بالذنب وجلد الذات، الأرق، القلق، الرهاب الاجتماعي والحساسية المفرطة، ضعف الشخصية، الإحساس بالدونية والهوان وضعف الصورة الذاتية، عدم القدرة على المطالبة بالحق، الوساوس القهرية، اللامبالاة تجاه أمور الحياة المهمة، إهمال النفس وإهمال الآخرين، الفوضى وعدم التنظيم، الأفكار الانتحارية، قلة الحافز للعمل والإنجاز، عدم الاستمتاع بالنشاطات يعني بيمارسها يوميا. أما اللي مش بيمارسها يوميا حتى لو يوم ويوم، ده لا يعتبر مدمن. ما تجيبش واحد بيمارس العادة السرية كل يوم وواحد بيمارسها مرة في الأسبوع وتقول الاتنين واحد. الضرر في الكتر، وشرحت الموضوع ده بالتفصيل من الناحية الدينية والنفسية والعضوية. هل كده أنا بقول إنها عادة كويسة؟ هل كده أنا بشجع عليها؟ هل كده أنا متناقض؟ أنا دايما بقول العادة السرية مش هي الأساس. الأساس هو الجماع، جماع الزوجة طبعا. الجماع هو الفطرة السليمة، تمام؟ علشان ما تقولش إن أنا متناقض. طيب خلينا الأول نتكلم عن الناس اللي بتقول إن العادة خلتهم ضعاف جنسيا وخايفين من فكرة الارتباط، لا يطلعوا أي كلام وما يعرفوش يقوموا بالعملية الجنسية ويتبص لهم بصة استقلال. بص يا باشا، في فرق بين الضعيف جنسيا من الأساس وبين اللي ضعف جنسيا بسبب العادة. في واحد من غير العادة هو مولود كده، الرغبة عنده ضعيفة، ما يشتهيش الستات، هو مولود كده، هرموناته كده، عقله كده، ودول نسبة قليلة جدا جدا. وفي واحد أساسه حلو وعنده شهوة وكل حاجة تمام، بس بسبب كتر العادة الرغبة عنده قلت. ودي تعرفها ازاي؟ ان كنت ضعيف من الأساس ولا بسبب العادة. شوف نفسك لما بلغت جديد كانت رغبتك عاملة ازاي. هتقول لي ياه ده انا كنت نار، اي مشهد كان يولعني، كل يوم اصحى الصبح الاقيه منتصب كده. يبقى انت اساسك حلو وما عندكش اي مشكلة. اللي خلاك ضعيف جنسيا دلوقتي السكة الغلط اللي انت مشيت فيها، عادة سرية كتير، مع سجاير، مع لخبطة في النوم، مع عك في الاكل، مع ان مفيش رياضة، مع زيادة في الوزن. طبيعي لازم تبقى هتية، طبيعي بالوضع ده تبقى ضعيف. لو عالجت كل ده هترجع اقوى كمان من الاول، وهتبقى واثق من نفسك جنسيا قوي. يعني العادة السرية قلل منها على قد ما تقدر، قلل من السجاير على قد ما تقدر. شوف انت بتدخل معدتك ايه، اكل صحي ولا اكل اي كلام. المشروبات الغازية قلل منها على قد ما تقدر. خد كفايتك من النوم، روح جيم او العب رياضة في البيت، المهم تنتظم في الرياضة. وخد لك مالتي فيتامين خاص بالرجال وامشي عليه 6 شهور من النظام ده، وهتلاقي الشهوة رجعت تاني والانتصاب رجع تاني والرغبة عليه، وحجم العضو نفسه زاد. سنة هتبقى عنتيل. انا ليه دايما بقول قلل على قد ما تقدر، ما بقولش امنع خالص؟ لان انت انسان مش مكنة، هتضعف وهتتأثر بالمشاهد الخارجية. انت مش حديد ولا جماد. وانا واقعي، مفيش حد مثالي ما بيغلطش. اكتر ناس بتضايقني اللي بيجي يقول لي ايه، انا اتدمرت. ليه يا حبيبي اتدمرت؟ قعدت ممتنع عن العادة الشهر وعملتها امبارح بس كده. Person doesn't say stop as well
Even though there may be dangers with an activity or behavior, they don't see it and they don't stop. So even though cocaine and methamphetamine use is damaging, destroying their lives, they don't stop. Well, is pornography or sexual addiction, can that be a real addiction like cocaine and methamphetamine? The answer science is telling us is yes, it can. Can it change the brain in similar ways? Can it cause these frontal lobe areas, this break of the brain, to actually get smaller? Actually, it can. A couple of recent studies have shown this. One looked at overeating leading to obesity and found that the frontal areas of the brain shrunk just like they did with cocaine and methamphetamine. And then, I believe it was 2007, recently, a study looking at a form of sexual addiction showed the same thing, that those frontal lobes actually got smaller in addiction, in sexual addiction. Think about that for a minute. We have 4 different studies, 2 drug studies, cocaine and methamphetamine, and 2 natural addiction studies, overeating leading to obesity and sexual addiction. These are